البخاخه دي ما ينفعش اسيبها من ايدي، وخصوصا في الصيف، بدايه الصيف. اللي بحطه جوه البخاخه دي بيقضي على الفيروسات وعلى البكتيريا والميكروبات، وكمان بطهر بيها حتى المسائي والاكلات. مساء الجمال على كل حبايبنا وكل مكان، اتمنى يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا محتاجين طول الوقت نطهر مكان الحمام، نطهر المسائي، نطهر الاكلات، وكمان نطهر العيون عامه، وخصوصا في ساعه لما يكون في اصابه. النهارده انا جايب لكم المكون ده، طبعا ناس كتير هتبقى عارفاه. انا طبعا دي الكميه اللي باقيه عندي، ماشي، ما عنديش تاني، بس قلت عشان في بدايه الصيف، وانا اليومين دول بتكلم في الحاجات اللي تخص الصيف والتطهير. وبصوا من الاخر انا ما بسيبوش من ايدي. يعني المركب ده اسمه فيركون اس، طبعا كلكم عارفينه قبل كده، بس انا بالنسبه للناس اللي هم مبتدئين، اللي واحد بيقول مهام الفيديوهات عنه كتيره وهيكونوا عارفينه، بس الناس بتستنى الشخص اللي بيتابعه هو اللي يقول لهم على الحاجه، لان هم بيبقوا واثقين فيها. المهم انا بقول لكم حاجه. استخدام الفيركون ده اس، هو اول حاجه ده مطهر فيروسي وبكتيري وميكروبي، يعني بيقضي على الثلاث حاجات دول. طيب هقول لكم ليه استخدامين، بس قبل ما نستخدمه هوريكم طريقه تحضيره كده بسرعه. بصوا، هو انا اول حاجه بعملها، انا بستخدم البخاخه دي، لان دي البخاخه دي اللي تبقى في ايدي طول الوقت. وزي ما واللي هحط البخاخه دي مثلا بتاخد في حدود نص لتر. النص لتر ده يعني انا برش ممكن كل العيون دي بنفس البخاخه دي. بس بجيب في الاول شويه الميه دول نص لتر، نص لتر دول ياخدوا نص معلقه من فيركون اس ده، لان اهو الجرعه دي بتاعه الرش، نص معلقه دي كده على بالنسبه للرش. ينفع كمان نحطه في الميه يطهر بالنسبه، بس الكلام ده طبعا لما يكون فيه اصابات، ونحط 1 جرام على اللتر الميه، عشان بس الناس اللي ما بتعرفش تعاير. المعلقه دي مليانه بس ممسوحه، لان المكون ده تقيل. 5 جرام، خلينا نبقى عارفين. بس اتقلب في ثواني اهو. ابتدي بقى احطه هنا في البخاخه بتاعتي دي، وانا هقول لكم انا بستخدمه بقى ازاي. استخدامه اللي انا بقول لكم عليه اللي هو معايا طول الوقت ومش بستغنى عنه، هوريكم بقى استخدامه في حالات ايه. وخليكم فاهمين بس، يعني ان احنا الحاجه لما بتبقى اتعودنا عليها بتبقى خلاص موجوده معانا وببساطه. يعني انا مثلا ممكن اتعب في مره عشان اشتري الفيركون اس ده، لان مش موجود في كل البلاد. هو المنتج ده بيطري، موجود في الاسواق والمحلات اللي هي بتاعت يعني العادات، وكمان في ناس بتقطع اللي هم فاتحين مستلزمات طيور. طيب بالشكل ده انا بقى استخدمه ازاي؟ انا استخدامي العادي اللي هو يعني يعني شخصيا انا بعمل بيه الكلام ده، وهقول لكم الناس بقى بتستخدمه ازاي. انا دلوقتي مسكت الدرج ده، دلوقتي نظفته ساعة النظافة. بعمل اول ما بنظف في الطبيعي بقى بتاعي بعمل كده. بعد ما بنظف الادراج عامة اهو، بروح انا كده بتكلم في حالات الوقاية في العادي اهو. ممكن مش موجود، ممكن ارش كلور، ميه بكلور، بس هو ده اقوى متخصص اكتر. عايز اقول لكم على حاجه، انا بستخدم ده بدل الديتول عندي في البيت. يعني انا نفسي بحس انه امن على الاطفال، فطبعا اكيد هيكون امن على الحمام. بصوا زي ما انا عملته كده، انا برجعه مكانه عادي، لان حتى لما يعني اهو حاجه زي مثلا الاكله دي فاضيه اهو، ارشها كده كويس، بس اقلبها تمام. حاجه زي الطاجن والعين فاضيه اهو، رشه كده على السريع، مش هتاخد معايا دقيقه، ارش كل حاجه في المكان اهو. بس كده انا تمام. ادي درج تاني اهو بنفس الوضع اهو، ماشي. طبعا انا عشان العين فاضيه هروح مركب الدرج كده، واروح رش للكل بقى. ارش الدرج جوه اهو، وارش الظهريه ومن فوق. طبعا انا في الطبيعي ما برشش جوه كده. ليه؟ لان انا في الطبيعي بتبقى الحمام موجود. انا دول دلوقتي شلت منهم الحمام عشان اوريكم، وادي نفس الكلام اهو طول الوقت. عشان كده بقول لكم لما الحاجه بنتعود عليها بتبقى خلاص هي بتجيب بعضها. دي لما بتبقى مركونه عندي
بمسك كل الادراج، انضف الدرج كل يعني في الوقت مثلا يوم ويوم او 3 ايام على حسب. بعد ما بروح مطلع الدرج بروح رشه من الفيركون اس ده. دي نقطة، ده بالنسبة للوقاية. طيب حاجة تاني بالنسبة لنظافة المسا، زي ما وريتكم في الفيديو بتاع النظافة بتاع السقات، ادينا اهو بعمل كده اهو، شايفين ادينا اهو. اعمل بقى حاجة، انا ساعات يعني بتبقى ايه، ارش على السفنجة شوية واروح ممشيها مطهر بقى ايه بيها. بس دي برضو نقطة تاني لاستخدامه. ده بالنسبة، كله ده بالنسبة للوقاية. عايز ترش على الحمام رش، بس انا ما بحبش الرش عامة. وبالنسبة الناس اللي بترش بالنسبة على للجو بتاع، خلينا بس فاهمين نقطة، ان الفيروسات لها وزن، ما بتقعدش في الجو اكتر من ساعتين. فاهمين؟ يعني حتى لو عندنا اصابة، الاصابة دي ما ينفعش تطير في الجو. يعني الناس مثلا تقعد تقول رش عيون، ماشي، تمسك الحمامة وعايز ترش عليها هي نفسها، ليها طريقة ان انت تداري راسها وترش عليها كلها، تمام، مفيش مشاكل. ده لما يكون ظهرت عندك اصابة، كل الارضية تترش تمام، الحيطان تترش تمام، لكن موضوع الجو يترش ويكون في حمام موجود، ده رقم واحد على طول اصابات، على طول تنفسية، دي من غير كلام. طيب انا مش محتاج اساسا ان ارش الجو. احنا دلوقتي شرحنا بسرعة كده فكرة ان انا ارش الهدف الوقاية. طيب ساعة العلاج امتى؟ ساعة العلاج انا مثلا ظهرت عندي حالة روشة، ظهرت عندي حالة مثلا جدري، دمعة، ايا كان حاجة فيروسية انا ببقى عارف انتشارها سريع، او حتى لو مش فيروسية بس انا عارف ان حالة مرضية ظهرت عندي في العين ده، مش هعمل اكتر من اللي عملته فيها دلوقتي قدام عينكم. ابتدي اشيله، ارش كل حاجة بعد ما انضف، ارش كل حاجة حتى الاكالة وكل حاجة ممكن افتحها كده وهو كده واسيبها تنشف، تمام كده. انا خلاص عايز اجيب الحمام دلوقتي. ده ميزه برضو في الفيركون اس، ان انا ممكن اجيب الحمام ارجعه مكانه تاني على طول، بس ده طبعا مسطبه الزغيل، عشان كده انا عزلت الزغيل فخلاص، فبشرح لكم عليها. فالمهم دي اللي هحط انا عليها خلاص ايه، اللي ارجع تاني الحمام فيه عادي. ده انا بتكلم في حاله لا قدر الله اصابات عندي، رشيت ده بالنسبه للعيون. طب لو بالنسبه لمكان سايب وعيون خشب هنعمل نفس الكلام. طيب وكمان اجي للحمام لما هيرجع احط له الفيركون اس ده في الميه، بس بحط 1 جرام زي ما قلت على لتر الميه يشرب منه. من غير وقايه ما اشربش الحمام، من غير علاج ما اشربش الحمام. انا عاده لو هشرب الحمام من كل حاجه مطهر عندي، زي ما بنقول البتادين ينفع اشربه الحمام، الكلور ينفع اشربه الحمام بس بنسبه معينه، وبنشربه للدواجن في حالات مرضيه زي الكوكسيديا، بس مش كل حاجه ينفع اشربها الحمام حتى لو مش هيحصل له حاجه ان انا اشربها له. انا بشرب الحاجات وخصوصا المطهرات والديدان والحاجات، كل الحاجات اللي فيها نسبة يعني نسبة سموم دي ساعة العلاج بس. وقاية لا، وقاية عند الحاجات الطبيعية بقول نشرب براحتنا في الطبيعي، لكن ده في ساعة العلاج بس لما تظهر عندي حالة. طب بالنسبة زي ما قلنا للسايب بقى مفيش عيون، أول حاجة أعملها أنضف كويس الأرضية، وأنضف لو كان في أي حاجة، يعني المهم أنضف كل حاجة، دي رقم واحد. احاول امسك الحمام احطه في مكان بعيد، يعني اللي هنقول بس ساعتين، ونمسك نرش كل اللي عندنا، كل المكان بقى، يعني هنرش في الارضيه 100 هنرش في الحيطان مثلا على قد ما نقدر، او على قد مثلا الارتفاع اللي هو بيوصل ليه الزرع او كده. وكل حاجه عندنا عيون موجوده، حد عامل مثلا جرادل، اي كماس، اي شكل، المهم نرش كل حاجه موجوده في المكان. بعدين نستنى ساعتين الجو بس يهدى ينشف، ونرجع الحمام والميه بتاعته تكون موجوده اللي فيها فيركون اس، اللي هي جرام 1، اللي هي عليها جرام 1. طيب حاجه زي البخاخه دي ترش عندي كل العيون اللي في البلكونه، تمام، اخليها ده معايا طول الوقت ببساطه، ما استغناش عنها. انا مثلا بعد ما اخلص، يعني انا مثلا لو عملت دلوقتي انا مش هعمل كل العيون، عملت مثلا العيون دول في كام عين تاني هعمله، خليت مثلا شويه زي كده، اخليهم جوه بعيد عن الشمس يقعدوا معايا يا رب حتى يعني 2 3 تاني، تمام. اطلع مسقه زي مسقه الفخار، اوريها لكم. المسقه مثلا الفخار دي ساعه مثلا ما انا بغير الميه وعايز انضفها اهو، رشه سريعه في نفس الوضع ده كده،
واسيبها 5 دقايق قبل ما احط الميه. مش عايز اسيبها 5 دقايق احط عليها عادي ماشي. ممكن كده كده هيقعد في اللي بره زي ما هو، وممكن اشطفها من جوه قبل ما احط الميه مفيش مشاكل، اول ما حطيتش عادي. المهم بنفس الطريقه دي. طبعا فوائده كتيره، مميز قوي لان هو منتج اساسا امريكي مطهر، احسن الاثار الجانبيه ليه احسن من الكلور واحسن من البتادين واحسن من الديتول. فطبعا هو امن قوي، وحتى امن للاسطح بالنسبه للبيوت نفسها اللي عايز يطهر الاماكن اللي عنده في البيت. ممكن نتعب فيه شويه عشان نجيبه، بس هو موجود في سوق السيده عيشه، وموجود في الصيدليات البيطريه، والاماكن اللي هي بتبيع مستلزمات اللي او سلكات اللي بيبيعوا حمام ومنتجاتها والمنتجات اللي تخصها وكده. العلب بتاعته بتبقى كبيره، بس ممكن نقطعها احنا حد، ممكن في ناس تاني بيجيبوها وبيقطعوها بيبيعوا بالجرام. احنا عشان خاطر مثلا نجيب، لو جبنا 20-30 جرام، ال 20-30 جرام دول ممكن يقعدوا معانا فتره طويله قوي. الشويه اللي وريتهم لكم انا، وريتكم مثلا البخاخه دي، ممكن يعني كل البخاخه دي مثلا ممكن تتعمل ب 3 جرام. فالموضوع بص ممكن يعمل قد ايه. بس دي كان حاجه سريعه كنت عايز بس يعني الفت نظركم ليها، بالنسبه للناس اللي كانت عارفاها بفكركم بيها. الناس اللي مش عارفاها ولسه مبتدئين معانا وبيدوروا على حاجه مطهر دايما في ايديهم، اديني فكرتكم بيها. وخصوصا ان احنا داخلين على الصيف، وعشان خاطر نبقى واخدين بالنا بالنسبه للتغيرات الجويه اللي بتحصل، بتدخل معانا شويه فيروسات وتكات كده غلسه شويه، بس كله بيعدي. بس وكده نبقى وصلنا لنهايه فيديو النهارده. وما تنساش اللايك عشان الفايده تعم، واستنونا باذن الله في فيديو جديد.